اللي دايما بيوافق يعمل الناس عايزاه هو اللي بيختفي وبيتحول لشخص غير سعيد، بينهار في صمت. أنا كويسة جدا، أنا بعمل كل حاجة عشان أرضي كل الناس، بس أنا تعبانة قوي، أنا بقيت حاسة إني مش قادرة أكمل كده. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الشخصية. جت تقول لي إيه؟ ما بكسلش، ما برتاحش، بس دايما حاسة إني مقصرة. أنا بشتغل، براعي ولادي وبنظف في البيت وبحافظ على شكلي وبعمل كل حاجة بيرفكت، وحتى لما اجي ادخل انام اقول انا نسيت حاجة؟ هو انا فعلا عملت المفروض عليا ولا انا قصرت؟ ايش عندها 37 سنة بتشتغل وبتحاول تكون ام مثالية وبتعمل كل حاجة وحاطة لنفسها دايما معايير انها تكون بترضي كل الناس ومش مقصرة في اي حاجة. بتقول انا لازم ابقى انضف واشيك واشطر واحن أم في الدنيا، لازم البيت يبقى جاهز والولاد متفوقين وجوزي مبسوط، وأنا لأ، مش مهم دلوقتي، بعدين لما ربنا يسهل. حتى لما بيشوفوني بيقولوا انتي ست ب100 راجل. أنا بضحك، بس جوايا في ست بتصرخ وتقول أنا مش سوبرمان، أنا ست طبيعية جدا، ست تعبانة بس خايفة أبان ناقصني حاجة. أنا تعبت يا دكتورة. طبعا الحالة اللي عندك دي حالة منتشرة جدا، اللي هي Perfect Woman Syndrome، متلازمة المرأة المثالية، إن أنا عايزة أبقى Perfect في كل حاجة. ده ضغط قوي جدا الست بتحط نفسها فيه. الخطورة إنك بتفقدي الإحساس بقيمتك الطبيعية، وتبقي حاسة دايما إنك بتجري عشان تثبتي لنفسك وتثبتي للناس إنك بتعملي كل حاجة صح. لا، ده مش صح. الحل ايه؟ الحل احنا لازم نعرف يعني ايه نجاح. الاول النجاح انك مش تعملي كل حاجة لكل الناس عشان الناس تعيش مرتاحة. انا المفروض اسأل نفسي انا بعمل ده ليه وعلشان مين، ونفهم ان الكمال ده مش هدف، الكمال ده فخ. ايوه انا المفروض اعمل احسن حاجة، بس انا مش خارقة، انا انسانة محتاجة تبقى مرتاحة. شيلي عن نفسك الهموم دي كلها، انتي بني ادمة طبيعية، انتي مش سوبرمان. بتقولي انا ما بعرفش اقول لا، لو حد طلب مني خدمه بوافق، حتى لو مرهقه، لو قالوا لي تعالي بروح، لو قالوا لي اعملي انا بعمل، حتى لو مش قادره، حتى لو ببقى بالليل، وفي الاخر بقعد اعيط وانا مش فاهمه ليه. فاطمه عندها 34 سنه، كل الناس بتقول عليها جدعه وذوق وما بتتاخرش وخدومه. فعلا هي بتتاخرش عن حد، بس ما حدش بيعرف انها بقت مش قادره تقول لا. كل طلب لازم توافق عليه، كل مناسبة لازم تروحها، كل مساعدة بتقدمها حتى وهي تعبانة وهي مضغوطة، هي عندها مسؤولياتها، وفي الآخر بتلاقي نفسها ايه؟ مرهقة، ومحدش بيسأل عنها، محدش بيعرف هي محتاجة ايه. انت لازم تعرفي ان عندك حاجة اسمها متلازمة الناس الراضيين. انت عايزة people blessing على طول، الناس تبقى على طول راضية عنك. ان شاء الله مرضوا يا ستي، مش لازم على طول الناس كلها ترضى، مش لازم نعمل حاجة عشان الناس ما تزعلش. ما بقولش انك تتخلي عن الناس، بس بقول ان ما ينفعش تنسي نفسك. هي دي المشكلة ان اللي بينسى نفسه بيفقد احترامه لراحته والحدود. الحل ايه؟ لازم نتمرن نقول لا، مش حاضر. نبدأ بحاجات بسيطة ونراقب اللي هيحصل. الدنيا على فكرة مش هتقع، والناس مش هتكرهنا. اللي دايما بيوافق يعمل الناس عايزاه هو اللي بيختفي وبيتحول لشخص غير سعيد، بينهار في صمت. بتقولي انا عايشة علشان الصورة تبان كاملة. قالت لي صورتي على السوشيال ميديا مثالية، بيت نظيف، اطفال شيك، ابتسامتي منورة، بس الحقيقة جوايا خنقة. كل يوم بحس اني بمثل في فيلم طويل قوي اسمه انا كده تمام. ما هي عندها 36 سنة، كل الناس بتقول انها مثال الام الناجحة، بس بتقولي انا بتخنق من الصورة اللي رسمتها لنفسي. انا بصور بيتي نظيف وانا قرفانة، بضحك وانا مخنوقة، بشكر في جوزي بس احنا مش بنحكي مع بعض من زمان، مش قادرة اخلي الصورة تبوظ، بس انا جوه الصورة مش موجودة. اعمل ايه يا دكتور؟ ده حاجة اسمها الديجيتال بيرفكشن بريشر، يعني الضغط ان انا ابان بيرفكت على السوشيال ميديا. يعني الشخص بيعيش عشان يحافظ على الانطباع الايجابي قدام الناس، مش علشان هو يعيش سعيد. الخطورة ان الانسان بيفقد الاحساس بالحالة الحقيقية وبيبقى عبد الصورة ما بتعبرش عنه، وعشان كده انت مش سعيدة. الحل ايه؟ لازم نراجع علاقاتنا بالسوشيال ميديا. هو احنا بنعرض الحقيقة ولا احنا على طول بنعمل تمثيل دائم قدام الناس؟ المشاركة الطبيعية اوقع بكتير جدا
من الصورة المنقحة المتوضبة اللي معمول لها فوتوشوب ومعمول لها برواز مش بتاعها. مش لازم نبان مثاليين، ممكن أحسن نبان حقيقيين. إنجي كانت بتعمل كل حاجة بس مش حاسة بقيمتها. فاطمة كانت بترضي الكل إلا نفسها. مي كانت بتضحك قدام الكاميرا وجواها دموع محبوسة. المثالية مش غاية، المثالية دي سجن، وورا كل ست كويسة قوي في ست تعبانة قوي قوي بس مش عايزة تبان ضعيفة. قولوا لنفسكم أنا مش محتاجة أثبت حاجة لحد، أنا كفايتي مش في رأيهم، أنا كفايتي في راحتي. وإنك تكون طبيعي أصدق وأجمل من إنك تكون صورة حلوة بس من جوه الصورة دي فاضية. يا ريت نعيش كويس بس مش لازم نبقى دايما مثاليين. ولهنا خلصت حلقتنا بس ما خلصتش لقاءاتنا. أشوفكم في حلقة جديدة من أسرار شخصية مع أمنية.